ايوا يا اختي نوضي حضري معايا هاد السفه المدفونه اللي كتجي هماويه والبنه كتجي يا سلام. انا عارفه بلي ما كتزاميش عليها تخافيها تعجل لك ولا ما كتنجحش معاك. اليوم غادي تولي محترفه فيها واللي داقها عندك يطلب الوصفه. جبت الطنجره اللي غادي نوضع فيها الدجاج. انا هنايا درت الصدر، نتوما ديروا الكميه اللي بغيتو. ضفت هنا 3 البصلات مشلضين مع الربيع. كنضيف الملحه والسكينجبير والخرقوم، وكنضيف كذلك شويه ديال السمن، وكنضيف الزيت. كنضيف كذلك كاس اللي ذوبت فيه الزعفران شعره. كندي كلشي يتشحر في قلبوطه، وكنجيب هنا الشعريه ديالي اللي كنلبسها مزيان بالزيت. كنديرها في الكسكاس تفور المره الاولى. عندي هنايا كاسرونه كنوضع فيها الزبيب، القرفه والسكر والزبده والماء. كنديرها في قلبوطه تعسل. من بعد التفويره الاولى غادي نكب فوقها الماء اللي كيكون طايب، وكنخليها تستقطر مزيان، وكنحلها في وسط القصريه كما كتشوفوا معايا بهذه الطريقه. كنجيب الماء اللي كيكون بارد وكنرشها مزيان على هذه الطريقه. من بعد كنديرها في الكسكاس ونديرها التفور المره الثانيه. من بعد هنايا مطابلي الدجاج كنحايدو، وكنزيد ديك الدغميره القرفه والعسل، وكنخليها تدغمر على خاطرها حتى كتوصل لي لهاد المرحله. الدجاج من بعد ما فتتو وريتو لكم، هنا المرحله الثالثه ديال الشعريه. كنحيدها وكنكب ليها الماء اللي كيكون طايب. كنخليها حتى كتصفى مزيان، وكنديرها تفور المره الثالثه. من بعد ما كتفور لي هنا المره الثالثه، كنخويها في وسط القصريه، وكنزيد لها السكر سنيده والزبده. ما ديروا سكر كلاصي كيطلق الماء. من بعد ما كندخل فيها ديك الزبده مزيان وداك السكر، وضفت حتى شويه ديال الملحه، صافي كتكون عندي موجوده. هنايا كندير الدغميره، كنفرش الشعريه وكندير الدغميره، كنزيد فوقها الدجاج اللي فتتو معكم. كنزيد كذلك الدغميره من الفوق، وكنغطيها بالسفه بهذه الطريقه. التزيين كيبقى على حسب الاختيار. انا هنا من بعد ما تعسل ليا الزبيب كنديرو الفوق، وكندير شويه ديال القرفه من الجنيبات بهذا الشكل، صافي. وكنجيب حتى الزبيب كنديرو في هذوك المثلثات اللي درتهم بالقرفه. من بعد هنايا جبت اللوز اللي حمرته، كنديرو في الجنيبات، وكنديرو بهذه الطريقه يعني. وكنزيد حتى سكر كلاصي، وكنقدمها بالصحه والراحه. وما تنساوش لايك.